بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلب الكابتن ريش، ألف ألف مليون مبروك يا جماعة. كلمتين كده صغيرين عن ماتش الأهلي والإسماعيلي. طبعا ألف مليون مبروك لكل أهلاوي، ألف مليون مبروك لشوبير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش مبروك للعيبة والله يا جماعة، يعني هو هارد لك لعيبة الأهلي، اللعيبة اللي حاولت على قد ما تقدر والله إن هم يتغلبوا، تحاولوا إن هم يتعادلوا تمام من الشوط من بعد ما جبنا الجون الأولاني، وهم الرجالة يعني بصراحة هم عايزين يتعادلوا. ما تفهمش هم مش عايزين يكسبوا ليه، أو عايزين يريحوا دماغهم شوية من موضوع ان احنا ننافس على الدوري وننافس على افريقيا. احنا نركز في حاجه واحده. فالحمد لله رب العالمين. يعني شوبير طبعا هم اكيد هينفخوا شوبير على اللي عمله، لان طبعا شوبير هو اللي انقذ الاهلي النهارده للاسف من لعيبه الاهلي نفسهم. المره دي انا مش قادر اقول كولر في حد ذاته، لا، هو شوبير فعلا انقذ الاهلي من لعيبه الاهلي سواء دفاعيا او هجوميا. المره دي المشكله النهارده كان ان كل لعيب في الاهلي تقريبا في الخط الهجومي عايز يجيب جون لوحده. كل لعيب، امام عاشور عايز يجيب جون، حسين الشحات برضه عايز يعمل واحده ار2، حتى الجوليادور الاسطوره العبقري محمد عبد المنعم الكره جايه له على حرف الستة ياردة، وهو واتنين لعيبه معاه فاضيين وما شاء الله عايز يحطها في الجون من اول مره. فطبعا يا جماعه الخير الحمد لله ان احنا كسبنا، والحمد لله في ضغط الماتشات ده ان اي مكسب بالنسبه لنا مفيش مشكله. احنا ان شاء الله 1-0 ان شاء الله نجيب الكره يجيبوها جون في نفسهم، مش دي المعضله. ولكن المعضله اللي احنا عايزين نتكلم فيها ان النهارده المنظر اللعيبه سواء هجوميا او دفاعيا، اللعيبه هجوميا مش مترابطه مع بعضها، مش عايزين يلعبوا حتى مع بعض في اكتر من كوره. كل لعيب عايز يخش هو لوحده يجيب جون في اكتر من كوره. وسام ابو علي مثلا رايح انفراد مره واحده عايز يرقص، تاو طبعا كذا كوره تمام، حسين الشحات نفس الكلام. اكتر من لعيبه جماعه الخير النهارده كان بيحاول ان هو في الخط الهجومي ان هو اللي يبقى ياخد النجاح كله، وهو اللي ياخد التسقيف، وهو اللي يجيب اجوان وكل القصه دي. فطبعا ده كان هيكلفنا النهارده كتير قوي. طبعا الخط الدفاعي وخط النص يعني فضيحه كالعاده وكالمعتاد. الاهلي دفاعيا فضايح دفاعيه، الكلام ده مع كامل احترامي. ممكن الناس تتضايق تقول لك احنا كسبانين ليه بتقعد تقول ان دفاعيا الاهلي فيه مشكله. لا يا جماعه الخير، الاهلي فيه مشكله دفاعيا كبيره، ربنا يستر وما تتكشفش قدام فرق كبيره تانية. النهارده الاسماعيلي الكحيان، الاسماعيلي اللي هيهبط كان ممكن يجيب فيك 3 اجوان. انت النهارده شوبير انقذك من 3 اجوان ما يضيعوش تمام، بصرف النظر عن البنالتي اللي الاعمى اللي اسمه احمد الغندور ده حطه كده من عنده. ما تفهمش هو كان شارب ايه ولا الفار كان مصطبح، مش عارفين البنالتي اتحسب على ايه. ومن وجهة نظري ده بنالتي من الهوا، الحاجات دي ما بتتحسبش غير اللي قصاد الاهلي بس وخلصنا. ولكن لو بصينا النهارده دفاعيا المشكله كلها ما كانتش بس في الفضيحه اللي ما بين محمد هاني وما بين عبد المنعم وربيعه. في فضيحه تانية كانت في قلب الملعب. المفروض ان انا عندي اكرم توفيق وعندي مروان عطيه، ما يبقاش دفاعي مستباح بالمنظر ده. ولما نزلنا عمرو السوليه ونزلنا كوكا فضل برضو نفس المشكله. انا جايب اتنين يمسكوا لي خط النص مره واحده. لعيبه الاسماعيلي كلها بتلعب في انصاف المساحات اللي في ظهر، اللي قدام الاتنين المساكين بتوعي، وفي ظهر الاتنين بتوع خط النص. طب وبعدين؟ وانت لحد امتى النهارده؟ انت الاسماعيلي كان بيلعبك بعبد الرحمن مجدي واحمد الشيخ وخلصنا. يعني انت يكفينا فضيحه والله يا جماعه الكره اللي شوبير شالها في الاخر. ان انت ازاي الكره اللي عبد الرحمن مجدي يلعبها من بعد خط النص بتاعهم تمام، وشايطها يعتبر مش شلتها يعني اساسا، ومره واحده طالع عندي 2 مدافعين دوليين. المفروض محمد بيه هاني اعظم باك يمين في التاريخ، والكابتن رامي بيه ربيعه يعني خليفه اليساندرو نيستا وكانافارو كل الرجاله الجامده دي. ومره واحده محمد هاني يجي يطلعها ينطحها لتحت بيصلحها للعيب. انت تخيل انت النهارده كنا ممكن نفس اللي حصل في ماتش البنك الاهلي ونفس اللي حصل في ماتش انبي كان يتكرر النهارده ويضيع عليك بنقطتين اونطه. طب انت هيبقى منظرك ايه وانت بتنافس على الدوري؟ يا جماعه الخير لازم يبقى في حل، لازم يبقى في وقفه مع اللعيبه دي. يا ريت كولر في الماتشات المحليه يا عم الحاج محمد هاني وربيعه وعبد المنعم الثلاثه ما لهمش لازمه. التلاتة لو قعدتهم دكة مش هيجرى حاجة. لو جبت أي عيل صغير في الناشئين مش هيعمل أوحش من اللي هم بيعملوه. النهاردة محمد عبد المنعم في الانفراد الأولاني بتاع عبد الرحمن مجدي الكرة معدية كوبري منه بأمارة إيه؟ إزاي؟ أنت جاي تطلعها تقوم معدية منك كوبري؟ لو شوبير مش موجود كنت هتلبس. النهاردة بجد والله تعظيم سلام لشوبير. وفي رأيي وبقولها تاني تعظيم سلام لفايلر. ليه فايلر؟ لأن هو اللي جاب ميشيل يانكون اللي قدر يحول حراس الأهلي من حراس عادية لحراس تقريبا ما بيخشش فيها انفرادات. النهارده شوبير شايل له انفرادين ثلاثه. الماتشات اللي قبل كده برده شوبير شايل تمام. الكره اللي شاطها عبد الرحمن مجدي مش سهله، طبعا ما تسالنيش ازاي الحيطه مشروخه بالمنظر ده، ولكن مش موضوعنا. فلازم الحمد لله طبعا ان احنا كسبنا، والحمد لله ان احنا لازم نركز.
واتمنى ان احنا كجمهور نبتدي ان احنا ما نضغطش بس على كولر بقى يا جماعه. احنا كل قبل كده كنا بنقول غلطان وبتاع وماشي، لكن اللي بيحصل النهارده لا. انت كولر النهارده مش مسؤول عن محمد عبد المنعم في الست يارده يجي يشوط الكوره يقوم مجليها وداخله فيه كوبري. مش مسؤول ان اتنين مساكين دوليين بيلعبوا بقالهم يجي 40 سنه في الاهلي ومره واحده لعيب على الله في النص ما بينهم يخش يعمل انفراد. فده ما ينفعش يا جماعه الخير. الحاجه الوحيده اللي لو انا بتكلم وهلوم فيها على كولر، انت طالما قررت انك تخرج وسام ابو علي وفي نفس الوقت ما تغيرش من اسلوب لعبك اللي هو بيعتمد ان انت مش هتضغط من قدام، انت هتنزل تقابل من نص الملعب او بعد او قبل نص الملعب بشويه، ومحتاج مهاجم متحرك يمين وشمال ويطلع يضغط على خط الدفاع وينزل لحد خط النص ويبقى زي شبه صانع لعب، يبقى المنطق بيقول ان انا ما كنتش انزل مودست. عايز تعمل كده تعمل كده مع كهربا، لكن ليه مودست؟ دي حاجه انا مش قادر افهم. انت لحد النهارده يعني احنا للاسف مع الواد ده احنا ما بنستغلوش يا جماعه الخير. احنا لحد النهارده مش قادر افهم انت عايز لعيب في سنه ده ينزل يعمل الجري ويعمل الحركات اللي انت طالبها دي كلها، طب ازاي؟ فمع كامل احترام انت ما غيرتش طريقه اللعب، فبالتالي كنت عايز تغير وسام خايف عليه من الاصابه او تعب، حلو بنزل كهربا يعمل نفس الشويتين بتوعه، لكن اجيب واحد تاني ملوش علاقه بالموال ده اصلا. فدي بس الغلطه الوحيده، لكن ما دون ذلك لعيبه الاهلي يا جماعه عايزه تخلص نفسها من الدوري، عايزه تتغلب من يعني عايزه تطلع من فكره ان انا هنافس في 100,000 حاجه في وقت واحد. بس الحمد لله اولا واخيرا، والحمد لله ان احنا في الحاله دي عرفنا نكسب المانجا الكحيانه اللي ملهاش لازمه دي، وربنا يكرمنا ويجعلنا سبب باذن واحد احد في ان المانجا تهبط ان شاء الله باذن الله، وان احنا دايما نفضل منكدين على الجماعه بتوع الاسماعيلي والجماعه بتوع برضو المصري باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.